تعالوا بقى يا شباب نخش في المحاضرة السابعة كده. المحاضرة السابعة بتتكلم عن الماركوف موديل. تمام، الكلام ده كده كله هو قال يعني كان تمهيد مش مهم أوي لينا دلوقتي. تمام، فالماركوف بروس يعني احنا هنشتغل بقى من أول هنا. تمام، فالماركوف بروسيس بتاعنا هيبقى عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي عشان كنت اجيب probability الحاجة، فكنت ببص للستيت اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها لحد ما ابتديت الشغل. فهو قال لك ابسط حاجة دلوقتي عشان نشتغل بيها في الماركوف بروسيس ان انت هتبقى الان بتاعتك بواحد. تمام، فالان بواحد دوت يعني انت هتبص لستيت واحدة بس. تمام، فيبقى دبليو ان دلوقتي اللي هي الحالية جيفن الستيت اللي كانت قبلي. تمام، فانا دلوقتي هنا مثلا الشكل دوت ايه، انا هنا دلوقتي عندي 3 ستيت، واحده صاني واحده ريني واحده كلاودي. تمام، فانا دلوقتي الاسهم اللي طالعه مني دي، يبقى انا مثلا هنا يعني السهم بتاع الصاني دوت اهو. السهم ثانيه اجيب القلم. السهم دوت مثلا دوت معنى ايه؟ ان انا طالع من الصني رايح للكلاودي. تمام، انت دايما بتبص على السهم طالع من فين رايح لفين. تمام، دوت مثلا كده يبقى انا طالع من صني رايح لصني. تمام، انا هنا مثلا دلوقتي طالع فين؟ رايح من ريني رايح لصني. طيب حاجة مهمة جدا دلوقتي، انا دلوقتي لازم مجموع الاسهم اللي خارجة من الاستيت دي تبقى بواحد، يعني مجموع البروبابيلتي يعني. تمام، يعني دوت ودوت ودوت لازم مجموعهم بواحد. طب بالنسبة للريني دوت ودوت ودوت يبقى برضو بواحد، وبالنسبة برضو للكلاودي نفس الكلام. تمام، عندي ايه تاني؟ انا دلوقتي مثلا لو عندي 3 ستيت يبقى عندي كام ترانزيشن؟ اللي هو عدد التنقلات ديت هيبقى 3 أس 2. يعني دلوقتي انا لو عندي ام ستيت، لو عندي ام من الستيت هيبقى عندي كام ترانزيشن؟ هيبقى الام سكوير. يعني الترانزيشن ديت اللي هي الاسهم دي كده لو جينا نعدهم هتلاقيهم 9. والستيت دوت اللي هو مثلا صاني وكلاودي وريني. تمام، هيبقوا 3. طيب انا بقى بشتغل ازاي بقى؟ يعني انا بديك دلوقتي probability مثلا الحاله دي الستيت دي والستيت دي والستيت دي، انت بتعمل لهم ملتبلاي. تمام، فتعالى سيبك بقى من الكلام ده كله، الموضوع اسهل من اللازم يعني. انا هنا دلوقتي بقى مديك مثال. ملحوظه مهمه دلوقتي، مجموع اي صف عندك لازم بيساوي واحد. يعني مثلا هنا بص لو لاحظت دي نص ودي نص، يبقى دي بزيرو. تلت تلتين يديك برضو مجموعهم بواحد. يبقى انا هنا هو ممكن يديك مثلا عمود ناقص. طب ما هو انا دلوقتي انا عندك دلوقتي مثلا زيرو وواحد. تمام، يبقى انت هنا كام؟ بزيرو. ليه؟ ما هو واحد ناقص كام هيديني الواحد، فاهمني؟ هيبقى الزيرو. هنا برضو نص ونص، ما هو فاضلش حاجة، هيبقى زيرو. وهكذا يعني. هنبص برضو في الملخص ندي مثال على الحتة دي. طيب انا هنا دلوقتي بقول لك ايه الاحتمالات اللي عندك للسيكونس دوت اس 3 اس 2 اس 1. طيب انا دلوقتي اس 3 مش قبلها حاجه، انا مش عارف ايه اللي قبلها يعني. انا كنت بقول probability الاس 3 جيفن مثلا حاجه. طب انا الحاجه دي انا مش عندي، انا بنبتدي من اس 3. يبقى البروبابيلتي بتاعتها هي جت ستيت واحده عندك على عدد الستيتس اللي هو 3، يبقى البروبابيلتي بتاعتها بتلت. تمام، طب دي بتجيبها ازاي؟ دي probability الاس 2 جيفن الاس 3. جيفن الاس 3 قبلها كان اس 3، يبقى انت بتقراها كده probability الاس 2 جيفن الاس 3. طب انا هحسبها ازاي؟ هو هنا في طريقتين، انا في طريقه شغال بيها وانت برضو اعرف طريقه واحده بس، ما تفكرش في التانية عشان ما تتلخبطش. يبقى انا دلوقتي لما اجيب البروبابيلتي الاس 2 جيفن اس 3، يعني انا جاي من اس 3 رايح لاس 2. تمام، يبقى انا من اس 3 رايح لاس 2 هتبقى بتلتين. بص كده اس 3 رايح لاس 2 يبقى بتلتين. طيب اس 1 ديت يبقى انا كنت من اس 1 رايح قصدي من اس 2 رايح لاس 1، ادي كده اس 2 رايح لاس 1 تبقى بنص. تمام، فانا دلوقتي مثلا لو جالي السؤال دوت كده على طول، حتى الدكتور قال السؤال دوت يتحل كده على الآلة على طول من غير ما تكتب. فانا دلوقتي ديت مش قبلها حاجه، فتبقى انت كاتب ايه؟ تلت. الا لو كان هو مثلا مأكد لك ان اليوم الاول هيبقى مثلا اس 3، يبقى انت وقتها هتعوض عن البروبابيلتي دي بواحد. تمام، مثلا لو كنت مثلا قايل لك ان اليوم الاول ده هيبقى مثلا اس 2، فانا بقول لك البروبابيلتي اللي هنا بكام، يبقى هتعوض عن البروبابيلتي دي بزيرو، يبقى كله بزيرو. تمام، طيب انا دلوقتي بقى احسبها ازاي على طول؟ مثلا اس 3 هتبقى بتلت. من اس 3 رايح لاس 2 يبقى تيجي شايفه من اس 3 رايح لاس 2 يبقى بتلتين، وبعد كده من اس 2 رايح لاس 1، من اس 2 رايح لاس 1 تبقى بنص. هتضربهم التلاتة دولت في بعض هيديك التسع. طب سؤال تاني هنا بقى، بقول لك انا دلوقتي مديك الويزر، واليوم الاولاني هيكون صني، يوم واحد دوت هيكون صني. تمام، يبقى انا مأكد لك ان اليوم الاول هيبقى صني. تمام، بقول لك ايه الاحتمالات بقى لل8 ايام دلوقتي.
على التالي اللي هو صني 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 ريني ريني صني كلاودي صني. تمام. فانت هتيجي اول حاجه، انا دلوقتي بقول لك اول يوم ده صني، فانا بقول لك ايه احتمال ان اول يوم بصني؟ هيبقى بواحد اهو، بواحد. طيب تعالى بعد كده بقى، من صني لصني، بص هنا كده، من صني لصني هيبقى بتمانية من عشرة. تمام. من صني لصني هيبقى تمانية من عشرة. تمام. يبقى انا جبت دي وجبت دي. طب من صني لريني، من صني لريني هيبقى بواحد من عشرة. حلو. طيب من ريني لريني الكلام هيطلع ايه؟ أربعة من عشرة. طيب من ريني لصني، احنا بنبص لها كده ها، من ريني لصني، من ريني لصني هيبقى بتلاتة من عشرة. طيب من صني لكلاودي، من صني اهو كده، من صني لكلاودي يبقى بواحد من عشرة. تمام. طيب لو قلت لك من كلاودي لصني، من كلاودي لصني يبقى اتنين من عشرة. يبقى ادي كده اتنين من عشرة، تضربهم كلهم في بعض يديك الناتج دوت. تمام. طبعا هنا كان هو قال لك لو قلت لك فور نيكست 8، يعني جه هنا كده وراح كتب فور نيكست. تمام. يعني للتمن ايام الجايين. طيب ما هو يبقى انا عندي اول يوم صني، يبقى انا لما اجي اجيب هنا يبقى هقول لك probability الصني given الصني، انا عندي كان قبلها صني، يبقى هتعوض قصدي من صني للصني بتمانية من عشرة. يبقى بدل الواحد ده هيبقى بتمانية من عشرة، وده هيبقى النتيجة بتاعتي. تعالى كده نبص على الملخص. الملخص هنا بقول لك ان مجموع كل الصفوف بواحد. فانا دلوقتي لو عطيتك مثال زي ده، مثال زي ده تقدر تجيب لي العمود، لكن لو عارف لو صف ناقص مش هتعرف تجيبه، ما ينفعش. تمام. فانت هنا دلوقتي أربعة من عشرة وتلاتة من عشرة يبقى سبعة من عشرة. يبقى انت فاضل لك كام وتقفل الواحد؟ تلاتة من عشرة، يبقى دوت تلاتة من عشرة. طيب اتنين من عشرة واتنين من عشرة أربعة من عشرة، يبقى هنا فاضل لك ستة من عشرة. هنا واحد من عشرة وتمانية من عشرة، يبقى هنا فاضل لك كام؟ كده قصدي تسعة من عشرة، يبقى فاضل لك هنا واحد من عشرة بس. ممكن اديك بدل ما اديك الكونفيوجن ماتريكس دي او الترانزيشن قصدي ماتريكس اسمها ترانزيشن بس، انا ممكن بدل ما اديها لك كده اديها لك في الشكل ده. فبص برضو من اس واحد لاس اتنين هيبقى بزيرو. تمام. يعني من اس واحد لاس اتنين هيبقى بزيرو، مش على الشكل ده بس انا بوريك يعني تعملها ازاي. من اس واحد لاس اتنين هيبقى بزيرو، وهكذا بقى تكملها. مجموع كل الاسهم اللي خارج مني بكام؟ بص ادي زيرو وادي واحد وادي زيرو، مجموع التلاتة بواحد. تمام. بس كده، ده كده كل ده وضحته يعني، بس ما فيش اي حاجة تاني يعني. بس يعني اتمنى اكون قدرت ابسط الدنيا على قد ما اقدر.